سلام البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي. اليوم البنات جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، غتهنيك من بومزوي وغتهنيك من فقر الدم وغتزيد لك في الشهيه. هاد الوصفه هذه غزاله غترحميني عليها وغتساعدك في زيادة الوزن. حيت البنات الا ما فتحتوا الشهية ديالكم ولا تهنيتوا من بومزوي وفقر الدم عمركم تشوفوا الصحة. يعني ضروري من هاد الوصفة هذه بالنسبة للبنات اللي كيديروا بزاف الوصفات لزيادة الوزن وما كيلقاوش نتيجة عليهم، راه ضروري من هاد الوصفة هذه عاد ممكن ديروا الوصفات لزيادة الوزن. حيت هاد الوصفة هذه كتفتح لك الشهية ديالك، كتهنيك بومزوي اللي ما كيخليكش تربي الصحه وفقر الدم. الا كنتي كتعاني من هذا الشيء عليك بهاد الوصفه هذه وغترحميني عليها، حيت انا فريمون مجرباها وعطاتني نتيجه مزيانه وجيت نشاركها معكم. وغنشارك معكم وصفه واحده اخرى لفتح الشهيه بالنسبه للناس اللي ما كيعانيوش من فقر الدم وبومزوي. غنشارك معكم حتى ما وصفه لفتح الشهيه فقط، يعني باش تفتح لك الشهيه ديالك باش ممكن انك تزيدي الوزن. ولكن الناس اللي كيعانيو من من بومزوي وفقر الدم ضروري ديروا ديك الوصفه باش تفتحوا الشهيه ديالكم باش تزيدوا الوزن. حيت الا كان فيكم فقر الدم وبومزوي راه واخا ديروا شنو ما درتو راه ما غاديش تزيدوا في الوزن. نبداو على بركه الله في المكونات اللي هما مكونات بساطين يعني متواجدين في اي دار. ثلاثه المكونات فقط. كنحتاجوا العدس، درت تقريبا جوج معالق ديال العدس يكونوا منقيين، وجوج معالق ديال الحلبه، من الاحسن تكون حلبه البلديه وحتى هي خصها تنقى. المهم هاد المكونات كاملين غادي نقيهم ونطحنهم. وغنحتاج الا راه زوينه البنات العظام. وكما كتعرفوا العدس، الفوائد ديال العدس بالنسبه لفقر الدم والحلبه راكم عارفين انها كتفتح الشهيه. هاد المكونات بساطين ولكن الفعاليه ديالهم غزاله يا البنات. انا كنت ضعيفه بزاف وكانت الشهيه ديالي مسدوده وكنت كنعاني من بومزوي وعييت ما نجرب في الوصفات حتى شي وصفه ما نفعتني. واحد النهار دخلت كنقلب في اليوتيوب لقيت هاد الوصفه هذه. عرفتوا البنات مني جربت هاد الوصفه هذه الحمد لله الشهيه ديالي ولات مفتوحه، الوزن ديالي بدا كيزيد، لقيت عليها واحد النتيجه زوينه بزاف. وقلت علاش لا ما نشاركاش مع البنات حتى هما يستافدوا من هاد الوصفه هذه وحتى هما يتفتح لهم الشهيه ويزيد الوزن ديالهم. كما كتشوفوا البنات غنطحن هاد المكونات بثلاثه بيهم ونغربلهم باش ما يبقاش داك التخت ديالهم من تجيو تشربوهم. يعني ضروري خصهم يتغربلوا. صافي غادي نستعمر البنات في حتى نطحن المكونات كاملين ونغربلهم ونخلطهم مع بعضياتهم. كنصحكم البنات انكم تجربوا هذه الوصفه حيت نتيجتها زوينه بزاف. وبالنسبه للناس اللي مجربين هذه الوصفه هذه ما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم كيف جاتكم هذه الوصفه. حيت الناس اللي كيعانيو من بومزوي راه ما كيخليو ما يجربوا هذه الوصفه هذه، راه كتقضي عليها البنات. صافي هنا من بعد ما خلطت المكونات مع بعضياتهم غنوريكم طريقه الاستعمال. ممكن تستعملوها مع الحليب، ممكن تستعملوها مع الماء، بالطريقه اللي بغيتو تشربوها. المهم انا استعملتها مع الحليب. كناخذ معلقه كنديرها في كاس ديال الحليب. كتشربوها في الصباح، يعني غير تفيقوا من النعاس كتاخذوا معلقه كديروها في كاس الحليب. صافي من بعد ما كتاخذوها كتبقاو ربع ساعه عاد تفطروا. راه الوصفه زوينه بزاف، كتفتح لك الشهيه وكتولي تاكلي مزيان، الشهيه ديالك كتزاد مزيان. كتشوفي الفرق من قبل ومن بعد، كتلاحظي الشهيه ديالك تزادت وحتى الوزن ديالك كيتزاد. خصوصا قلت لك الا درتي شي وصفه اللي تعاونك على زياده الوزن راه كتعطي مفعول زوين بزاف. حيت بزاف الناس كيديروا وصفات لزياده الوزن وما كيعطيوهمش نتيجه، حيت كيكون فيهم بومزوي ولا فقر الدم والشهيه ديالهم مسدوده، يعني ما كيتزادش الوزن ديالهم. هاد الوصفه هذه غتساعدك على زياده الوزن يعني بالزربه، غتلاحظي الفرق وغترحميني عليها. صافي البنات هنا كما شفتوا من بعد ما خديت معلقه ودرتها في الحليب غادي نشرب هذا الحليب هذا على الرق كي قلت لكم. تقدروا تستعملوه حتى 3 المرات في النهار، راه ما عندها حتى شي ضرر قبل الاكل. بالنسبه للمذاق ديالها راه عادي، ما كتحس لا بمذاق الحلبه لا والو. وبالنسبه للريحه راه كتعطيك الريحه غير في السيمانه الاولى، يعني ضروري الدوش وداك الشيء غير في السيمانه الاولى. ومن بعد صافي بحال الجسم ديالك كيولف بداك الاخر بحال كيخرج داك الرائحه اللي كتكون
في الجسم ديالك، من بعد صافي ما كيبقى حتى شي حاجه. يعني بالنسبه للريحه ما تخافوش منها، راه ما كيبقى حتى شي حاجه. صافي هنا من بعد راني شربته البنات، راه المذاق ديالو عادي، ما كتحسي بحتى شي حاجه. وضروري خصو يكون مغربل باش ما يبقاش داك الفتات في الكاس، ضروري يكون مغربل باش كيذوب في الحليب وكتشربوه. صافي هنا غادي نشارك معكم البنات الوصفه الثانيه لفتح الشهيه، يعني الناس اللي ما كيعانيوش من بومزوي وبغاو غير يفتحوا الشهيه ديالهم. هنا البنات كنحتاج الحلبه اللي كتكون مطحونه حتى هي ومغربله. كتاخدوا الكميه اللي بغيتو على حساب شحال بغيتو ديروا. انا هاد الكميه هادي راه ما خديتهاش ديال نهار واحد، يعني تقدر دوز لي حتى 4 ايام 5 ايام، حيت هاد الوصفه هادي كتاخد منها غير نص معلقه. راه الفعاليه ديالها حتى هي زوينه وكتفتح لك الشهيه. غنزيد عليها عسل ديال الدغموس، من الاحسن يكون عسل ديال الدغموس حر، ديال الدغموس زوين بزاف لهاد الوصفه هادي. صافي هنا احتاجيت تقريبا، خديت معلقه كبيره ديال الحلبه وشي 3 المعالق ونص ديال العسل. حتى هاد الوصفه البنات راه كتفتح لكم الشهيه، وحتى هي كتاخدوها على الريق. يعني قبل ما تفطروا كتاخدوا واحد نص معلقه كافيه، نص معلقه كافيه، حيتاش يعني كاين غير الحلبه بوحدها. يعني نص معلقه كافيه انها تفتح لك الشهيه. ممكن تاخديها في 3 المرات حتى هي في النهار. راه الفعاليه ديالها زوينه، كتولي تاكلي مزيان. وبالنسبه للريحه كما قلت لكم راه غير السيمانه الاولى صافي ما كيتبقى حتى شي حاجه. صافي غنخلط المكونات مع بعضياتهم، وغادي ملي بغيت نستعملها ناخذ نص معلقه راه كافيه. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنبغي نشكر كاع البنات اللي كيحفزوني وكيخليو لي كومونتير ديالهم زوينين. فريمون راكم كتحفزوني بزاف، كتخليوني نعطي اكثر. وبالنسبه للناس اللي يلاه كيشوفوا الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو عندي وتبارطاجيو هذا الفيديو باش كلشي يستافد. وتهلاو فراسكم البنات، الفيديو واحد اخر ان شاء الله بوصفات مضمونه 100% ومجربه. يعني ما كنعطيكم شي وصفه حتى كنكون ديجا مجرباها وعارفه النتيجه ديالها عاد كنشاركها معكم.